طالب ألسن يعني لغات وترجمة، أخبارك؟ ايش بين جوت. نعم يا أخويا؟ سوري، اصل بتكلم الماني بس. الله يرحم أبوك، كان بيركب الحمار وهو لابس البدلة. ايه؟ أنت منين؟ من التجمع. أنت منين يالا؟ من كفر البلاص. بتعاني من إيه؟ بعدين من سلالم الكليه، يعني اطلع الدور الثامن عشان احضر المحاضره. ليه بيصمموا ديزاين الكليه انها تبقى 20 دور؟ والناس اللي بتقول لي بتدرسوا ايه جوه ألسن تقعدوا تتكلموا مع بعض عشان ألسنتكم كتير. ببقى عايز اديهم بالبوكس. إيه اللي بيضايقك من المجتمع؟ الناس مفكراني جوه الترانزليت، كل ما يشوفوني يقولوا لي ما تقول لنا كده جمله بالالماني ولا بالصيني وترجم لنا بقى المسلسلات الاجنبي. يا جماعه انا بتكلم عربي بالعافيه، ولما اقول لهم ما اعرفش بيتقال لي انت يا دوب حافظ لك شويه كلمات وعلى الله حكايتك. ببقى عايز افتح لهم دماغهم بالقاموس. طب إيه المميز في كلية ألسن؟ اوه سياده الباش مترجم، على فكره ممكن اشتغل اي حاجه في الدنيا، مش شرط مترجم بالذات. ترجمه تلاقي، مرشد سياحي موجود، مدارس انترناشونال ما نقولش لا. كول سنتر يعني. لا بس انا بفهمك. مين أعدائك من الكليات التانية؟ بتوع تربيه واداب، اصل مش معنى ان في شبه من مواد تربيه واداب فاحنا زي بعض. طب على فكره بقى احنا احسن من تربيه واداب. أحسن في إيه طيب؟ احنا عندنا مواد اكتر، لغات اكتر، سلالم اكتر، فما يجيش ناس عندها 3 4 مواد يقارنوا نفسهم بيا. فانت ما تقارنش الألسن بتربيه واداب عشان احنا حاجه وهم حاجه تانية. مالك متضايق ليه؟ انا خدت بالي ان انتوا عملتوا بودكاست مع طلب تربيه واداب من قبل ما تعملوا معايا. انتوا ازاي تستضيفوهم قبل؟ انتوا عبط. والله احنا عاملين الحلقات على حسب أهمية كل كلية، وعشان كده أنت في الآخر. ايه؟ في نهاية البودكاست ده، إيه هو حلم حياتك؟ ان الواحد يتعلم اللغات في ثانيه بدل العذاب اللي احنا عايشين فيه ده. وبحلم ان اتخرج واشتغل واعمل فلوس واشتري الكليه واقفلها عشان ارحم الطلبه من ألسن بموادها بدكاترتها بسلالمها. وبرضه احنا احسن من تربيه واداب.